ذئاب الجبل. ما حدش كان وحش خالص ولا حد كان طيب على طول، الكل كان بيتصارع بين اللي اتربى عليه واللي حاسس بيه جوه قلبه. بدار ما كانش مجرم، لكنه اتربى على فكرة إن الرجولة يعني قوة، وإن الكلمة اللي تتقال لازم تتنفذ حتى لو وجعت. لكن الحقيقة إن القوة مش دايما في الإيد اللي بتضرب، أوقات بتكون في القلب اللي بيختار يطبطب ويسامح. أما وردة كانت رمز للست اللي بتحب بس خايفة، بتحارب بين واجبها وحقها وبين العادات والتقاليد ونظرة الناس اللي بتخاف منها أكتر ما بتفهمها. المسلسل ده مش مجرد حكاية صعايدة، ده قصة ناس بتحاول تتصالح مع اللي جواها، ناس شايفة إن الغلط هو العيب بس مش قادرة تقول إن السكوت كمان جريمة. ذئاب الجبل كان عن الغضب اللي جوانا لما نحس إن الدنيا ظلمتنا، ومن الوجع اللي بيخلي الواحد يهرب بدل ما يواجهه. بس في الآخر كل الذئاب بتتعب من الجري ولازم ترجع للجبل اللي جواها عشان تواجه نفسها. الفقد، الخوف، الرجولة، كرامة، كلها كلمات كنا بنسمعها في المسلسل، لكن جواها معنى نفسي عميق جدا، إن مفيش حد بيتولد ذئب، إحنا اللي بنتحول كده لما الحياة تجرحنا أكتر من اللازم.